بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في قناتكم مطبخ فاطمة. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وصحة وعافية. طولت عليكم الغيبة بصح ما جيتكمش يديا فارغين. جبت لكم هذه الحلوى الرائعة اللي هي مقروط القهوي والمقيرط. جبت لكم بأبسط طريقة. تابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. هنايا كيلو تاع سميد متوسط كيلته، جاني 4 كيلات بهذا الشكل. بول مش معمر كيما راكم تشوفوا. ومن بعد نحط عليه المواد الناشفه. هنا حطيت 2 ملاعق كبار تاع فارينه، وهنايا حطيت معاه ملعقه تاع سكر، ملعقه فانيليا، وحطيت معاه نصف ملعقه صغيره ملح. نخلطوا كامل هذه المواد الناشفه مع بعض. الفارينه راح تساعدكم باش المقروط تاعكم ما يتحلكمش في المقلاة. وهنايا عندي كيلة تاع مارغرين، قال ربع عمرتها بالزيت. كما راكم تشوفوا، تحبوا ديروا سمن تحبوا ديروا الزيت، تحبوا ديروا سمن تحبوا ديروا المارغرين كما تحبوا، وكملوا الربع بالزيت. وكما كتشوفوا درت هذيك الحركه دائما يديروها امهاتنا، مش عارف لا نتوما ثاني يديروها ولا انايا فقط. هنايا كما راكم تشوفوا لازم كامل الحبات هذوك تاع السميد يتشربوا كامل هذيك المارغرين او ليدام. ولازم هذه المرحله تاخذوا فيها كامل الوقت تاعكم. تحاولوا تبسوا هذاك السميد مده 2 دقائق حتى 3 دقائق. تتاكدوا كامل ان الحبيبات تاع السميد ترملوا من هذاك السمن او المارغرين. وهنايا نخليه يرتاح. كما راكم تشوفوا هنايا راني خديت كامل وقتي، ما حبيتش كامل نقطع لكم الفيديو باش تتبعوا معايا كامل المراحل وهكذاك المبتدئات يستفادوا. وهذه الوصفه تقدروا تعتمدوها كمشروع مربح للمقاهي ولا السوبيرات كما تحبوا. المهم انايا غطيتها وخليها ترتاح من ساعه حتى 4 سوايع. وهذا هو التمر تاعي ثاني انا نخدمه في المنزل، نخدمه ما نشريش. درت عليه رشه تاع قرفه ودرت عليه ملعقه صغيره مارغرين. ولازم التمر تاعكم تخدموه مليح. كما راكم تشوفون تبقاو تعجنوا فيه وتاخذوا وقتكم كامل. وهذه المرحله تاع التمر تقوموا بها بعد ما يرتاح لكم العجين. كما راكم تشوفوا هذه الوصفه كما قلت لكم تاع المقروط ناجحه من اول تجربه، يعني اي مبتدئه تقدر تعملها. كما راكم تشوفوا هنا المقروط لازم تخدموه مليح وتعجنوه حتى يولي عجينه هكذا كما راكم تشوفوا خالي من كامل الشوائب كما راه موضح في الفيديو. هنايا نرجعوا للعجينه تاعنا. شوفوا هنا المقروط بعد ما ترمل وتشرب كامل هذيك الكميه تاع الدهان اللي درناه. هنايا نحط كامل الكميه في اناء واسع، ومن بعد راح نبقى نشرب فيه. هنايا خديت كيلة من ماء وما زهر ونبقى نشمخ فيه. هنايا السميد اللي يكون النوعيه تاعو مليحه هو اللي راح يتشرب لكم الكميه تاع السوائل. وكما راكم تشوفوا هنا راني نخدم بالاصابع فقط، راني مانيش نعجن، راني نحاول نرمل فيه كما نديروا الطعام. وهنايا حطيت عليه بياض بيضاء، وهي ثاني السر اللي باش ما يتفتحلكش المقروط في المقلاة. هذا هو السر، لانه بياض البيض يلعب دور كبير في المقروط كما راكم تشوفوا. وهنايا تشربوا كامل هذوك الحبات تاع السميد من هذاك الماء. هنا نقسمت العجينه لاثنين باش نبدا نشكل فيها. ثم دائما خذوا قدر ما تخدموا، ما تخمنوش رواحكم تعجنوها كامل ومن بعدها تتقابنوا فيه. كما راكم تشوفوا هنا رانا نلموا فيه فقط لانه المقروط راه ما يتعجنش يا البنات. هنايا راني نلم في العجينه تاعي كما راكم تشوفوا ونبسطها بشكل مستطيل. هنايا عاونت روحي بهذه الاكياس، انا استعملت هنا اكياس تاع التجميد، قطعتهم وشكلتهم بهذا الشكل ودرت مستطيل ونسويه باليد فقط. هنايا راح نبدا لكم بالشكل الاول، تابعوا معايا. هنايا عندي الكيس الثاني حطيت عليه كميه تاع الزيت، هنا برك باش نتاكد انه هذاك التمر ما يلصقليش. ونحط كميه تاع تمر. هنا كميه تاع تمر راجعه عليكم نتوما واش تحبوا، كاين اللي يحبوا فيه تمر ياسر، كاين اللي يحبوا فيه كميه تاع تمر قليله. انا ما نحبش ياسر فيه تمر، وهنايا كنت درت كميه يعني حوالي اقل من ربع الكميه تاع العجينه. ونحاول نبسط هذيك العجينه مليح، نشكلها مستطيل. هنا شوفوا كيفاش راني نوريت لكم كامل الاخطاء اللي درتهم. لازم هذيك النصف تاع العجينه ثاني يجي واسع باش تقدروا تسكروا العجينه تاعكم. نضر الفيديو موضح كلش. هنايا درت كيما قلت لكم استعملت كيلو تاع سميد. شوفوا الكميه اللي قطعها لي.
وكما قلت لكم تقدروا تعتمدوها كمشروع مربح. وكيفاش تحسبوا الربح تاعكم؟ هنايا كل نوريكم كيفاش السعر باش تبيعوا. السعر تاع المكونات اضربوه في 2، هذاك هو سعر البيع. انا دائما هذه الطريقه تاعي. يعني كي تسقام لك المكونات 50,000 بيعي ب100,000، هذيك الفايده تاعك 50 والمكونات 50. وهنايا حاولت ندير له هذه الرسمه كما راكم تشوفوا. هنا استعملت هذيك الكوبات ومن بعد عاودت استعملت هذا الموس باش يساعدني اكثر ويجي الخطوط واضحه. نتمنى ان شاء الله يكون الفيديو يفيدكم، واذا ما فهمتوش كاش حاجه اكتبوا لي في التعليقات. هنا سويت كامل الاطراف كما راكم تشوفوا بهذه الكوبات تساعدكم، وقطعتها بهذا الشكل كما راكم تشوفوا من 3 سنتيم حتى 4 سنتيم. نتوما ما تكبروش الحبات تاعكم لانه اصلا الحبات تجي كبيره ما شاء الله، لانه درناها بهذا الشكل مستطيل تجي تشبع. وهنايا بعد ما قطعتهم كما راكم تشوفوا كملت كامل الكميه. هذا هو الشكل تاعها، شوفوا كيفاش جا المنظر تاعها، جاي شاهي ما شاء الله. وكما قلت لكم هذا النوعيه تاع الحلويات تقدروا تعتمدوها كمشروع مربح وتحسبوا كما قلت لكم. يعني كل مره راني نحاول نفيدكم ونعطيكم حلوى تصلح للمشاريع، وممكن تحضريها في المنزل فقط كما عملت انايا. وهنايا حاولت نبين كامل هذيك الخطوط باش تجي الشكل تاعها زين. هنايا كيفاش نقلو؟ هنايا ديروا الزيت يكون سخون ويكون غزير كما راكم تشوفوا. لازم المقلاة تاعكم تولي معمره زيت، وتقلوا بهذا الشكل على نار متوسطه. تحطوا شويه من العجين حتى تتاكدوا انه هذاك الزيت تاعكم سخون، وتحطوا عليه المقروط يتقلى. هنايا لازم يا البنات ما تقلبوش كامل المقروط تاعكم، تخلوه حتى يشد روحه مليح ويبدا يحمر من الاسفل. وطريقه العسل انا كنت حطيتها لكم من قبل في القناه، ممكن ترجعوا لها، راح نحطها لكم في صندوق الوصف. ثاني ناجحه ومضمونه. واذا استعملتي العسل اللي يكون تاع المحلات حاولي تزيدي له شويه ما زهر باش يجيك خفيف ما يجيش ثقيل. وهي من الاحسن تخدمي العسل تاعك. راح نحط لكم الوصفه كما قلت لكم في صندوق الوصف، ارجعوا ليها راه في القناه. ثم برك ما تنسونيش بجمل الفيديو والاشتراك في القناه اذا كنتوا اول مره تزوروا القناه تاعي. وهذا هو المقروط تاعي، راه هنايا محمر مليح لانه الكاميرا ما عطاتوش كامل الحق تاعو. وهنايا نبقى نقلب فيه ونحمر فيه مليح ونحطه مباشره في العسل. هذا هو السر تاع مقروط المحلات، ما يخلعكمش كامل. جربوه بهذه الطريقه وان شاء الله تنال اعجابكم. هنا باقي العجينه ونصف العجينه زدت له حوالي ربع تاع الماء وما زهر، لانه الكيله كملتها كامل، خذات لي كيله كامله. وهنايا زدت ربع الكيله ونبقى نلم فيها. وهنا راح ندير لكم شكل اخر اللي هو المقيرط هذاك الصغير، ويجي بنين ثاني يجي ما شاء الله، وثاني الشكل تاعو يجي ولا اروع. هنايا خذيت كامل العجينه كما كنتم تشوفوا فتحتها بهذه الطريقه، ونحط كميه تاع الحشو اللي هي التمر الغرس كل واحد واش يقول له. وهنايا نحاول نخرج كامل هذاك ما نخليش كامل الهواء فيها لداخل باش ما يتفتحليش المقروط في المقلاة كما راكم تشوفوا. وهذا الكيس يساعدكم ياسر باش تشكلوا العجين تاعكم. شوفوا كيفاش جا الشكل تاعها جا ولا اروع. هنايا نظن انه الفيديو راه موضح لكم كلش طريقه التشكيل. كما قلت لكم تخرجوا كامل اللي هو هذاك اللي فيه من الداخل باش ما تفتح لكمش المقروط في المقلاة. وساعدوا رواحكم بهذا الكيس البلاستيكي. بالنسبه هنا للمبتدئات راني نحاول نعطيكم كامل النصائح وكامل الاخطاء اللي نقدر نفيدكم بها باش ما توقعوش نتوما فيه. شوفوا طريقه التشكيل راها سهله ويوجد ثمثم. بالعكس انا نشتي المقروط لانه الطريقه تاعو تاع التشكيل تاعو تجي الخدمه تاعو حلوه، لانه تبدا يتشكلي وتقلي وتعسلي. يعني المراحل تاعو تجي مسليه وانتي تخدمي فيه. هنايا بعد ما عسلته حوالي من 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه ياخذ كامل الوقت تاعو. نكمل نقلي باقي العجينه كما راكم تشوفوا. هذا هو الشكل تاعو النهائي. ديروا له شويه جوجلان، انا درت له هنايا شويه كاوكاو محمص ومطحون بهذا الشكل تزيين.
هذا هو الشكل النهائي كما قلت لكم. نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم هذا الفيديو وتبارطاجوه مع الاحباب. كما قلت لكم انايا هنايا طولت عليكم بالوصفات، لكن نتوما ثاني ما تنسونيش بجمل الفيديو وشجعوني باش نزيد نقدم المزيد، لانه كيما تشجعونيش راح نفشل وما نزيدش كامل نحط لكم الوصفات. عاونوني بالمشاهدات والبارطاج مع الاحباب. هنا شوفوا كيفاش راح نقسم لكم حباج، راح نقسمها في الوسط، قسمت لي على جهه من قوه الهشاشه تاعو والبنه تاعو جا مرمل، جا ولا اروع يا البنات. وكما قلت لكم هذاك التمر اعطوه كميه كافيه من الماء زهر، لانه هذاك الماء اللي فيه الداخل راح يرجع مندي ويرجع يبقى طري، وما تخلوش كامل يابس، وفي نفس الوقت ما تضروهش نزهه باش ما يخرج لكمش من العجين. خذوا هذه النصائح بعين الاعتبار. نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم هذا الفيديو. وكما راكم تشوفوا حطيت معاه قهيوه، وراح نحط لكم ان شاء الله الوصفه تاع القهوه كيفاش نحمصها في المنزل. ياسر اللي طلبوا مني طريقه، ان شاء الله راح نحطها لكم. شجعوني بالاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه. تهلاو في رواحكم والى اللقاء.